القمر الأسود في زمن بعيد في مملكة تدعى آلثوريا. كانت السماء تضيء كل ليلة بلون أزرق ناعم. يقال إنه بركة من القمر على هذه الأرض. لكن في ليلة واحدة تغير كل شيء. كانت الأميرة إيلارا تستعد لاحتفال ميلادها ال18 حين دخلت إلى الغابة المحرمة تتبع ضوءا غريبا يشبه النار الهادئة. هناك قابلت امرأة ترتدي عباءة سوداء وعيونها كالجمر. قالت لها بصوت مبحوح: ابنة النور، اقترب يوم الظلام، ومصيرك ليس ما تظنينه. ضحكت الأميرة وظنتها مجنونة، لكنها في تلك اللحظة لمحت انعكاس القمر في البركة المجاورة، وكان أسودا تماما. في الليلة التالية مرض الملك، وبدأت الكوارث تضرب المملكة. الحيوانات تختفي، الأشجار تذبل، والليل يطول بلا فجر. في القصر بدأت الأميرة ترى أحلاما غريبة. امرأة تشبهها تماما، لكنها من الظلام تحاول أن تخرج من المرآة. ذات صباح وجدت نقشا قديما في غرفة والدها يقول: حين يختفي ضوء القمر ستنقسم روح الوريثة إلى نور وظلام، ولا تنجو إلا إذا واجهت ظلها. فهمت الأميرة أن اللعنة واقعية، وأن عليها مواجهة نسختها المظلمة. ذهبت إلى الغابة في الليلة التي عاد فيها القمر الأسود، ووقفت أمام المرآة القديمة في قلب الغابة. خرج منها كيان يشبهها، لكنه بعينين سوداويين. قالت لها ظلها: أنا أنت، الجزء الذي رفضته دائما، طموحك، غضبك، ضعفك. دار صراع رهيب بين النور والظلام، بين إيلارا ونسختها، حتى سقطت الأميرة على الأرض. لكن بدلا من أن تقتل ظلها احتضنته وقالت: لا أستطيع أن أعيش بنصف قلب. فاندمج النور والظلام في جسد واحد، وعاد القمر لينير سماء المملكة من جديد. في الصباح استيقظ الناس ورأوا الأميرة تتوج ملكة، بشعر تتخلله خصلات فضية وسوداء، وعيونها تلمع بنور غريب. منذ ذلك اليوم أصبحت تعرف باسم ملكة القمرين، تلك التي هزمت اللعنة لا بالسيف، بل بالتسامح مع نفسها.